عليكم ورحمة الله، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. بعد الصور التي تم تداولها مساء اليوم حول ملعب عناب بعد التساقطات المطرية الأخيرة، نشرت مديرية الشباب والرياض لعناب بيانا وجاء فيه على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية عناب على غرار عدد مناطق الوطن، وبسبب الحريق الذي مس المولد الكهربي الخاص بهذا الملعب والذي أثر بصفة مباشرة على عمل مضخات المياه. وتبعا لتوصيات السيد والي ولاية عناب وتدخلاته الرشيدة، تم تصليح العطب وعودة الملعب إلى حالته الطبيعية. وسبق للكوتش جمال بالماضي أن تحدث على هذا الملعب وقال: ما حدث وما سيحدث لملعب عناب لن يكون جيدا، أنا مدرب لست مسؤول عن العشب والأرضية. أعزائي المشاهدين، آراءكم تهمنا في التعليقات. إلى لقاء آخر بإذن الله.